خارجها، فلا اللاعب يتحكم في أعصابه ولا المدرب يخفي مشاعره على تضاربها. أبرز ما جاء في الكلاسيكو من صور لافتة في سياق التقرير التالي. هنا السماء تلبدت، لكن أين ستمطر النقاط الثلاث؟ بعدها بدا الملعب وكأنه مكسو بالثلج. لا، إنه الأبيض الملكي. وهنا نعم، إنه ميسي حاضر دون أن يبدأ. البداية أعلنت أن الندية لا تلغي السلام، وأن الهروب من الضغط يدفع رئيسا إلى الصمت وآخر إلى التنفيس بالكلام. سواريز أخفى أسنانه ربما لكشفها أمام المرمى. الأورغواياني فعلها أمام نافاز وأظهر أسنانه بعدما عض الشباك، وترك لرونالدو مساحة حسرة. الرسائل المشفرة لما هو قادم بدا أن ميسي فهمها أو هكذا تظاهر، لكن نيمار أعاد إرسالها بصورة أوضح. أضلاع الأمسان لا تختل بغيابك، نحن هنا. أما مناصر مدريد فأمواج البي بي سي لم تسمعهم صوت الريال. رونالدو بدا له الأفق ضيقا، وميسي فتح جزءا من سترته. إنه يستعد للدخول. الهدية جاءته من القائد إنيستا ترحيبا بعودته بعد طول غياب، ورونالدو حافظ على نفس تعابير الوجه بعد كل هدف، بل حتى مع كل فرصة ضائعة ولو من تسلل. وسواريز وصل عرض الشباك ولو من مساحة بقدر فمه. وبرافو وصل تجسيد معنى اسمه بكل اللغات. وبلغة كرة القدم صرح برشلونة بفوزه بأنه ليس مجرد متصدر.